بقى كل ده حصل من فرقه مهلهله، كل ده عمله الزمالك في واحد انا عارف وانت عارف، طالع عمال على القناه بيصيح بيعيط صياح بلا هدف، طالع عمال يتكلم ويعيط ويا جماعه الجمهور شتم امام عاشور، وزعلان قوي ان جمهور نادي الزمالك او بعض جماهير نادي الزمالك شتمت لاعب النادي الاهلي امام عاشور، وزعلان يا جدع ده مفيش دم، والله العظيم ما في دم، ده اللي اختشوا ماتوا يا جدع، تقول لي ليه؟ اقول لك ده الراجل اللي زعلان قوي وعمال يصيح بيتكلم ان جماهير نادي الزمالك شتم امام عاشور، ده نفس اللاعب اللي انت زعلان عليه طلع وشتمك وشتم رئيس ناديك ورموزك وجمهورك، وانت عملت له ايه؟ لا رحت اتعاقدت معاه، البس عشان خارجين ليه؟ انا النهارده مانيش حياد وطالع بس ارد على الراجل اللي بيتكلم بحياديه وزعلان قوي وابشرك يا فلان الفلاني، انت مش مكمل في مركزك، انت مش عارف ايه يا جدع، والله اللي اختشوا ماتوا، زعلان من ايه؟ كل ده حصل بسبب فرقه مهلهله عندها نواقص وعندها لعيبه، وعند حتى اللعيبه اللي عندهم ما بيقبضوش فلوسهم، الزمالك عمل كل ده يد والله العظيم. النهارده حلقه ما فيها حياديه، يا تكون زملكاوي سيبك من اي حاجه بقى تانيه، لان الناس اللي انت عايز تكلمهم بحياديه والله العظيم منافقين، الزمالك عمل كل ده يا راجل، ده الفرقه اللي انت طالع واتعادلت معاها واخده قروض من الدين بحالها، ماضيه على نفسها وقصاد امانه، ماضيه وقصاد امانه لخلق الله كلهم، النهارده عملت فيك كل ده يا جدع، انت كنت منتظر مننا ايه؟ اللي يزعلك يلا والله العظيم ما قصه الدوري، هي مش قصه دوري عشان تبقى عارف، هي قصه غل، هم مغلولين من نادي الزمالك، اقول لك ليه وافهم يالا، انا مش ضد الاهلي، انا ضد الناس اللي بتتكلم بلسان الاهلي وعامله فتنه، افهم هي مش قصه اهلي وزمالك خالص، هي قصه غل من نادي الزمالك، انت كنت عايزك يعمل فيك ايه؟ ده كله عشان هم مالوا نفسهم وتعشموا وخدوه كبير قوي، ليه؟ لان هم قال لك خلاص هنكسبوا 5 و6 و4، وجمهور النادي الاهلي كان فرحان جدا بتصريحاته بالبومب طخ، ما انا قلتها لك، قلت لك قبل كده في ناس مهمتها انها تعمل فتنه ما بين الجمهورين، زعلان من ايه؟ انا اجيب لك جمهور النادي الاهلي وبيشتم اكتر من لاعب وبيشتم دونجا، واجيب لك فيديوهات قديمه وفيديوهات جديده وفيديوهات الدنيا بحالها، ما تشغلش بالك بالجمهور قوي، زعلان قوي المظهر العام، زعلان قوي. طب قول لي رايك انت في واحد طلع انشتم عادي خالص وراح كان هو مدعي مين للاعب ده يجي الاهلي، وكمان بيدعموا النهارده عشان طلع لك انا اسف، انا يا عم بالنيابه عن كل الناس اللي شتمت اللاعب اللي شتمك بقول لهم احنا اسفين، ما تزعلش نفسك خالص يعني، وهقولها لك كل ده قلت لك قبل كده مش موضوع هزيمه، الموضوع النهارده اللي هو خدوا على عينيهم، كان شاف جه فوقهم قال لك يا الزمالك يبقى الزمالك، وماتشات الديربي هي ماتشات الديربي، ان احنا هنقصهم هننسم، ده النهارده عشان عايز ابص لك حاجه بقى، شفت في دوري ابطال افريقيا انهزموا من مين؟ وتعادلوا من مين؟ عشان مش فاكر، حتى في الدوري ده تعادلوا مع مين؟ ده متعادلين ست تعادلات اعتقد او 7 تعادلات، النهارده ما حدش فيهم عمل حاجه ولا قدروا حتى يعملوا حاجه، النهارده الكابتن المحترم محمد رمضان قعد جلسه على بعض المذاكر على بعض الصحفيين، على ذكر حد الصحفيين الموثوق فيهم ان الكابتن محمد رمضان قعد مع اللعيبه في غرفه واتكلم معاهم يعني وقت بسيط جدا لا يتجاوز ال5 دقائق، وقرر خصم 20% من الراتب الشهري، ساك مش شك كبير قوي، مش من راتبهم كلهم، من الراتب الشهري للعيبه، يعني مش من اجمالي الراتب او اجمالي مستحقات اللعيبه طول العام، لا من اجمالي الراتب الشهري، وقرر كمان تغريم كولر، لكن كولر رفض عشان تبقى عارف، وقال لهم ده مش موجود في العقد اللي بيني وما بينكم، وده كلام من مصدر موثوق منه ومن صحفي موثوق منه، عشان الناس اللي هتطلع تتكلم مش بقى تتكلم بحاجه ثانيه، اديك المصادر يا حبيبي لو عايزها ورد عليها في الكومنتات وهقول لك الصحفي اللي انا بقول لك ده، لكن كل الكلام ده ما حصلش، انا النهارده زي ما بقول لك كولر رفض انه يتغرم عليه، وكل ده والصياح عشان خاطر التعادل مع الزمالك، زي ما قلت لك اتعادلوا كام ماتش في افريقيا وتعادلوا كام ماتش في الدوري، واتهزموا في ماتش في افريقيا ولا كام ماتش، وانهزموا في الدوري والله ما عارف، لا اعتقد ما نزلوش في الدوري، لا اعتقد ما نزلوش في الدوري، المهم يعني كل ده ما حصلش، لو انا فاكر اللي هو لازم، لو انا ناسي فكروني، لكن كل ده ما حصلش، والنهارده طالعين اقسم بالله مسلمين كولر للجمهور، الجمهور زعلان ومتنكد، ليه؟ عشان كولر اللي هم على كلامهم ان انا وفرت لك كل حاجه وتعادلت مع الزمالك، يالا الزمالك يبقى الزمالك، الزمالك حتى لو القوس والنسر طاروا، القوس والفارس طاروا اسف، هيفضل الزمالك هو الزمالك، كبير افريقيا، زعيم افريقيا، انت بس اللي بتنسى، انت لولا الناس اللي محسوبين زملكاويه كنت هتلاقي الزمالك ده طالع لك في كوابيسك،
الزمالك ده لو كان فيه اداره ب5 جنيه اداره، اقسم بالله كان زمان اطلع لك كل يوم ما تعرفش تنام. انا بس جاي اوجه رساله لبعض الناس اللي عاملين فيها اعلاميين كبار قوي وطالعين يعملوا فتنه وهم عارفين ويعملوا فتنه، بس يطلع لك بالوش الجميل الكيوت اللي بيبتسم ويقول لك والله انا بنتقد التصرف ده. ليه الجمهور شتم يا معشوق؟ زعلان قوي. طب ما انت شتمت قبل كده ما اتكلمتش ليه؟ بص يا سيدي هقول لك على حاجه. الزمالك عنده نواقص كتير، والزمالك هم كانوا فاكرين ان هو هيبقى يعني لقمه سائغه لاي حد، وهم اتفاجئوا زي ما بقول لك، خدوا كشاف على عينيهم. اقسم بالله ان هم يعني قاموا على كابوس. افتكروا وارجع بالزمن، يعني هو بيحاول يبدي الحقائق. ارجع بالزمن قبل كده لماتش السوبر الافريقي لما قعد جمهورنا قال لك ايه هنكسبوا 4 هنكسبوا 5، جه نصر منسي اداهم على عينيهم ولعبنا ضربات جزاء وكسبناهم. اي نعم فيها جزء كبير من الحظ، لكن هم خدوا على عينيهم. حتى لو كسبوا 1-0 بالعافيه كان هيبقى عندهم صدمه كبيره من الفريق بتاعهم. لكن احنا الزمالك يالا. وافتكروا في ماتشات الدور الاول لما احمد عبد القادر نزل بديل وجاب لهم جول التعادل، الجمهور صرخ صرخه اسد وكانوا فرحانين فرح الدنيا، واللعيبه بتجري وفرحات يمين وزغاريت شمال وهيصه فن يالا زي تعادل مع الزمالك يالا، لحد ما جه سيف الدين الجزيري. لا انا مش مقتنع بيه تماما، اداهم برضه كشاف على عينيهم وكسبنا. وجوميز لولا رحيله كان الزمالك يعني استمر. لو الاداره دي عندها ب5 جنيه فهمان ادعم فريقك ده كابتن حازم امام. لا انا عايز اوجه بس رساله لجمهور الزمالك، ميدو هيقدم برنامج على قناه نادي الزمالك، اقسم بالله قلبا وقالبا لو هيتكلم بدون حياديه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بنفس اسلوبه وبنفس طريقته اللي هم بيدسوا السم في العسل. والله يا ابني شبشب اي اهلاوي على دماغي، جذبة اي واحد محترم على دماغي، بس كلمني باحترام ويعرف مقدار نادي الزمالك. الزمالك عارف مقدارك انك فريق كبير وبحترمك وبحترم الناس المحترمه. انت لازم تحترمني، حتى انا في اضعف حياتي لازم يبقى في احترام متبادل، عشان انا وانت اخوات في الاول وفي الاخر وبيجمعنا دم ما بيجمعناش مصلحه. ده اللي عاوز اقوله عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. لازم تكمل معايا في الدنيا عشان تسمع كلامي ده. النقطه دي مهمه. في الاخر انا مش عايز اطول عليك وما عنديش اخبار مهمه، لكن الاخبار المهمه هتيجي في الحلقات الجايه. لكن ده كان رد على الواحد اللي بيقدم فتنه السم في العسل زي ما بيقولوا. مش عايز اطول عليك واسف ان طولت عليك، ولو كلامي ضايقك فانا حقك عليا وانا اسف لجمهور الاهلي المحترم مش للناس التانيه. في النهايه مش عايز اطول عليك والسلام.